انت متي؟ الحقوني! 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 نرمين اتقتلت! يا محمد بيه! يا نهار اسود! يا ساتر يا رب! يا ساتر يا رب! اللهم احفظنا! يا ساتر يا رب! عبد الصبور! في يا عبد الصبور؟ قتلت تاني؟ قتلت تاني ليه يا عبد الصبور؟ ليه؟ ما قتلتش حد، أنا مش قاتل، بقولك ما قتلتش حد. لا محمد بيه قول لهم، يا محمد بيه قول لهم يا سيد ما قتلتش حد. لا أنا لازم أتكلم سلوى وأقول لها دلوقتي. اوعى كده، الله يخرب بيتك يا عبد الصبور، عملتها تاني. يا أخي ارحمني بقى يا أخي، ارحمني بقى، والله العظيم أقتلك أنت. اقتلني يا عبد الصبور، اقتلني، ما خلاص القتل بقى يجري في دمك. يا نهار اسود يا عبد الصبور، أنا عايزة أفهم أنت إيه اللي دخلك معايا جوه؟ دي لو سلوى كانت معانا كانت نفختك. ايه اللي انت بتقوليه ده يا نجلاء؟ هو ده وقت؟ اخرسه! وسع يا ابني، ما حدش موجود منهم يا باشا. وسليم ومنصور ولا سليم ولا منصور، ما لهمش اثر. نهار اسود. قبضوا عليهم. محمد بيه قبضوا على مين؟ يا نهار اسود! قول لهم يا محمد بيه. تعالى يا محمد! رايح فين؟ يا ساتر يا رب! يا محمد بيه هو فين طيب دلوقتي؟ مجرم تاني يا عبد ما انت الصبور! عارف، لا ما انت عارف فين؟ أخويا مجرم ومتلبس كمان. ازاي يحصل كده في وجودك يا محمد بيه؟ والله العظيم يا باشا انا ما قتلت حد. انا كنت راكب الغساله. غسالة ايه؟ مش الغساله دي سعادتك، الغساله بتاعت الملاهي دي. وركبت بعدها دوامه قيصر، ومنطقيا ما ينفعش اركب دوامه قيصر بعد الغساله، ارجع في ساعتها. بس يا عبد الصبور، بس اهدى لو سمحت. هو يا فندم كل ده حصل اثناء ما احنا كنا مركزين المراقبه في مكان محدد يعني فندم. بعيدا عن موضوع تسليم البضاعة، ما هو المكان المحدد ده حصل فيه جريمة قتل نرمين برضه. والله العظيم ما قتلت نرمين وحياه ربنا، لان انا بعد ما رجعت وانا في دوامه قيصر قالت لي تعالى نخش بيت الرعب. يا ابني ما حدش قال ان انت قتلت حد، اسكت بقى لو سمحت. محمد بيه هو اللي هنركب الدوده يا ابني اسكت بقى. وركب هو الفنجان. لا اله الا الله. اهدى يا عبد الصبور. صح ما عليك يا فندم. انا حاسس ان احنا اتعمل لنا فخ. يعني احنا كنا بنراقب مكان معين وهم سلموا البضاعه بره. بس اعتقد يا فندم ان هم عرفوا عن طريق عبد الصبور ان هو بيشتغل معانا. يعني انا السبب؟ يعني انا فتان؟ انا مش فتان سعادتك. اهدى يا عبد الصبور. محمد بيه يقصد ان هم عرفوا ان انت معانا من غير ما تقصد. يعني انا مش فتان. طالما العملية انكشفت ليهم يبقى لازم خطة بديلة. تمام يا فندم. يبقى استاذن سعادتك ايه؟ يا ابني اقعد بقى. ما في خطه بديله يا ابني ما انت في الخطه البديله برضه في الخطه البديله سعادتك. اسكت يا عبد الصبور لو سمحت، اهدى. تمام يا فندم. ان شاء الله احنا في الخطه الجديده هنبقى مركزين على كل حاجه، برغم ان سليم هرب الا اني مبلغ كل مخارج ومداخل البلد وهنقبض عليه ان شاء الله. اعتقد ان منصور الفتره دي بيركز في العمليه الثالثه اللي هتتنفذ برضه عن طريق عبد الصبور. لا والنبي ارحمني من منصور، انا مش ناقص منصور، انا هشوف منصور تاني. خلاص يا محمد بيه، كمل انت العملية، بس اللي عايز اقوله لك انها بقت على شعرة. يا اما نقبض عليهم يا اما كل ده يروح على الفاضي، وساعتها عبد الصبور هتبقى حياته في خطر لانه هيبقى مستهدف منهم. لا ده هيقتلوني سعادتك، انت ما تعرفش منصور. اهدى يا عبد قول له الصبور. محمد بيه منصور ده صباعه قد كده سعادتك. يا عبد الصبور اهدى يا عبد مش الصبور. ايديه، صباع يا الواحد عبد كده. الصبور اهدى، طول ما انت في وسطنا ما تقلقش. تمام يا فندم.